في خطوة أربكت حسابات هوليوود وأشعلت مواقع التواصل، فاجأ كريستيانو رونالدو متابعيه بأنباء عن دخوله عالم السينما من أوسع أبوابه عبر دور رئيسي في الجزء 11 من سلسلة فاست أند فيوريوس. مصادر مطلعة من داخل فريق الإنتاج كشفت أن القرار جاء بعد نقاشات محتدمة خلف الكواليس، في ظل قناعة متزايدة بأن السلسلة باتت بحاجة إلى دفعة استثنائية تعيد إليها بريقها الجماهيري. ومع تصاعد تلك النقاشات طرح اسم واحد فقط على الطاولة: كريستيانو رونالدو. المثير في الأمر أن مشاركة رونالدو، في حال تأكدت، لن تقتصر على ظهور شرفي أو دور دعائي، بل سيتقمص شخصية سائق سباقات محترف يدخل في مواجهة مباشرة وسباق مصيري مع دومينيك توريتو، الشخصية الأيقونية التي جسدها فين ديزل لسنوات. بهذا الطرح لا يبدو فاست أند فيوريوس 11 مجرد إضافة جديدة إلى السلسلة، بل مشروعا قد يشكل نقطة تحول حقيقية، سواء على مستوى البطولة أو في طريقة استقطاب النجوم العالميين، ويفتح الباب أمام مرحلة مختلفة في العلاقة بين الرياضة وصناعة السينما.